سافرت إيزيس عبر النيل وبحثت عن جثة أوزيريس لمدة طويلة حتى وجدت قطعها الصغيرة وجمعتها معاً. باستخدام قواها السحرية ومعرفتها العميقة بالأسرار القديمة، استطاعت إيزيس إعادة إحياء أوزيريس، ولكن لم تكن قادرة على إعادته إلى الحياة بشكل كامل، فاستخدمت قوتها لإنجاب ابن منه. ولد من هذا التجسيد الجديد الإله حورس. نشأ حورس وهو يعرف بقصة والده أوزيريس وجدته إيزيس، وحمل في قلبه رغبة قوية في الانتقام من عمه سيت واستعادة عرش والده. بدأ حورس رحلته لاستعادة العرش ومحاربة سيت. استمرت المعركة لفترة طويلة وشرسة، ولكن في النهاية استطاع حورس هزيمة سيت وإعادة النظام والعدل إلى مصر. بهذا الانتصار استعاد حورس العرش، وعادت إيزيس وأوزيريس لتحتفلان بعودة العدل والسلام إلى أرض مصر. وبهذا استعادت إيزيس زوجها، وأوزيريس استعاد مكانته كملك الأحياء والأموات.